لو انت من عشاق الحلبة، اسمع مني الكلام ده الأول قبل ما تروح تشرب الحلبة، عشان دي حاجات مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ في محاذير لازم نعرفها لو احنا من الناس اللي تحب تشرب حلبة على طول، أو عايزين نشرب حلبة وخايفين عشان في حاجات بتتقال على الحلبة. تعالوا بقى النهاردة كده نعرف ازاي نحافظ على نفسنا من مخاطر الحلبة، وايه هي فوائد الحلبة اللي انا اقدر استفيد منها وتبقى صحتي ممتازة بسببها. أولا يا جماعة، نبات الحلبة هو نبات مظلوم جدا. نبات الحلبة، في واحد من المؤرخين قال النبات ده يتاكل المفروض بوزنه ذهب بسبب الكميات المهولة من الفوائد اللي فيه. بس في محاذير لازم ناخد بالنا منها. اولا، لو انت يا ست الكل لسه في اول شهور الحمل، في اول 3 شهور، ما ينفعش تاخدي الحلبة خالص، لانها هي بتنشط الرحم، فممكن يحصل اجهاض لا قدر الله. تاني حاجة، لو انت قمتي بالسلامة، ما ينفعش تشربي ابنك قبل بلوغ سنتين الحلبة، لأن هي بتأثر على هرمون الاستروجين في دمه، فممكن يحصل له اضطرابات هرمونية وهو صغير، فاحنا في غنى عنه. تالت حاجة، الحلبة طبعا معروفة ان هي ليها وصفات هايلة في النحافة. يعني لو واحد عايز يزود وزنه او واحد عايز تزود وزنها، فليها وصفات كتير قوي بسبب ايه الحلبة، ان هي تاخد الحلبة بوصفات زي مربى خرز البقر اللي عندنا في مصر، او اللي احنا بنقول عليها مفتة. ما ينفعش أنا لمّا يكون عندي مشكلة في امتصاص الحديد في الدم، إن أنا آخُد، أو امتصاص الحديد في الأمعاء، عندي مشاكل، عندي أنيميا، ما ينفعش إن أنا آخُد الحلبة، لسبب بسيط جدًا، إن الحلبة بتعيق امتصاص الحديد في الدم، أو امتصاص الحديد في الأمعاء، بسبب إن هي من البقوليات مش أعشاب. آآ تقريبًا إحنا كده يعني غطينا أهم حاجات. في برضه حاجة مهمة، إن الحلبة في ناس بتقول لك إن أنا مش هاقدر أشرب حلبة عشان بتخلّي ريحة العرق وحشة. طبعًا أنا عارف إن الحلبة بتخلّي ريحة العرق وحشة، بس هي فيها حل، والحلّها بسيط جدًا. إن إحنا وإحنا بنعمل الحلبة، في الآخر خالص بنحط عليها بشر برتقان لو إحنا في فصل الشتا، بتضيّع ريحة الريحة تمامًا. لو أنا شربتها بتضيّع لي الريحة تمامًا، وحتى لو عرقت ريحتي ما بتبقاش حلبة زي ما الناس عارفة. لو إن إحنا مش في موسم البرتقان، فبنحط عليها ورقتين نعناع، بتضيّع تمامًا الريحة وبتبقى طعمها حلو جدًا. طبعًا الفوايد بتاعة الحلبة مهولة. أولًا، مُدِرّة للحليب للرضع، للناس اللي بترضع، ممكن تبقى الحلبة بالنسبة لهم حاجة جميلة جدًا، بالنسبة للناس اللي بتعاني من الموضوع ده. الحلبة من النباتات اللي تنفع نعمل بيها أنا وصفات، بالذات زيت الحلبة ودقيق الحلبة، ننفع ندخّله في المخبوزات، وننفع ندخّله في وصفات للنحافة، إن إحنا لو عندنا نحافة بتأدي لزيادة وزن محترمة. كمان إن هي فيها مضادات أكسدة، غير إن هي كمان فيها نسبة حديد حلوة أوي، سوري، نسبة من الأملاح المعدنية حلوة أوي. كمان بتعتبر من المنبهات الجامدة جدًا للرحم، في حالة مثلًا اضطرابات الدورة الشهرية، في حالة إن البنات اللي هم لسه في مرحلة البلوغ ممكن بياخدوها، دي مفيدة جدًا ليهم. كمان الحلبة يا جماعة، logic كده، بلاش إن أنت تروح لسه واكل سبانخ أو لسه واكل كبدة وتروح شارب حلوة، لإن هي مش هتفيدك خالص ساعتها، بالعكس هتبقى مضرة ليك. أتمنى لكم كل الصحة. يا ريت لو في أي حاجة شايفينها في المحتوى عايزين نضيفها قولوها، وأتمنى إن أنتم تدعمونا الحلقات بتاعتنا، وأشوفكم دايمًا على خير. مع السلامة.